بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا اسمي سارة، وعمري دلوقتي 24 سنة، وأنا ست جميلة، وليا أخت واحدة أصغر مني بسنة. يعني أنا عندي 24 سنة وأختي عندها 23 سنة، وهي برضو حلوة زيي. وطول عمرنا أنا وأختي وإحنا كنا بنحب بعض ومرتبطين ببعض قوي. وإحنا طلعنا لقينا نفسنا من أسرة غنية. بابا الله يرحمه كان شغال في التجارة، وكان بيكسب كويس قوي منها، وبصراحة هو كان مدلعنا وعيشنا أحسن عيشة، وكانت كل طلباتنا مجابة. وفضلنا عايشين كده سنين ومش شايلين الدنيا هم. أمي ما كانتش بتشتغل، أمي كانت ست بيت وطول عمرها وهي هانم. المهم إن من حوالي 4 سنين بابا الله يرحمه اتوفى، ونهارنا من الحزن أنا وأمي وأختي. وطبعا إحنا بنات وملناش أخ ولد، فأهل بابا اللي هم أخواته يورثوا معانا، ده غير إن هم أخواته كمان شركة معانا في التجارة. فحصلت مشاكل كتيرة قوي في الوقت ده ما بين ماما وأهل بابا، وفي الآخر ماما معرفتش تاخد منهم لا حقها ولا حقنا. يعني بابا مش من نوعية الناس اللي كانت بتكتب اللي عندها بأسامي ولادها، ولا يقول أأمن لهم مستقبلهم علشان هم بنات. لأ، بابا ساب كل حاجة تمشي بشرع ربنا، على اعتبار إنه كان واثق في إخواته، وكان فاكر إنه لو جراله حاجة إخواته هيحطونا في عينيهم. لكن للأسف اللي حصل كان العكس. وفي الوقت ده لما بابا توفى كنت أنا وأختي لسه بندرس في الجامعة، وبابا كان مدخلنا جامعة خاصة غالية قوي. واضطرت ماما وقتها إنها تبيع صيغتها ومجوهراتها علشان نلاقي ناكل وندفع مصاريف الجامعة. والحمد لله هم جابوا مبلغ كويس كفانا لحد ما اتخرجنا، وبدأنا بعد كده ندور على شغل أنا وهي. لكن إحنا في الوقت ده وقبل ما نبدأ نشتغل اتقدم لنا 2 عرسان بطريقة تقليدية جدا. كان واحد ومعاه صاحبه، وهم جم عن طريق واحدة صاحبة ماما، واحدة معرفة يعني، وهي اللي جابتهم لنا. وقالت لماما إنهم أغنياء قوي وبيدوروا على 2 عرايس يتجوزوا. وقالت لنا كمان إنهم من محافظة تانية. وأمي في الوقت ده كانت بتتمنى إنها تجوزنا وتطمن علينا. وطبعا استمرت المشاكل اللي بين ماما وأهل بابا. وأمي كان ليها أخ واحد بس اللي هو خالنا، وكان راجل كبير في السن. وجدي وجدتي الأمي الله يرحمهم كانوا ميتين من زمان قوي. وجم الاتنين العرسان زارونا في البيت، وكانوا 2 شباب وباين عليهم قوي العز والغنى. وجابوا لنا هدايا كتير قوي، يعني شيء وشويات، وهم جايين لنا في أول زيارة. وحصل قبول من أول مقابلة، وماما كانت مبسوطة قوي بالهدايا اللي هم جابوها، وكانت فرحانة بيهم. وبعد كده جم مرة تانية وجابوا أهلهم معاهم، واتفقوا مع ماما وخالي على كل التفاصيل. وكان الاتفاق إن ال2 عرسان دول هيجهزوا ويجيبوا كل حاجة. وطبعا إحنا ما كانش عندنا حد يروح يسأل عليهم، يعني المحافظة التانية اللي هم منها. بس أنا وأختي كنا مبسوطين قوي وقتها إننا هنتجوز وهنرجع نعيش في نفس المستوى اللي كان بابا معيشنا فيه. والجوازات تمت بمنتهى السرعة في كام شهر. والمفروض إن ال2 عرسان رجال أعمال وأصدقاء، وكل واحد كان جاي بشقة فخمة في حي راقي في نفس المحافظة، وكانوا فرشين أحسن فرش، يعني كانوا جايين جاهزين من كل حاجة. وكل واحدة فينا لما اتجوزت راحت سكنت مع جوزها في الشقة بتاعته. أنا وأختي كنا مبسوطين في الأول، خصوصاً إن ال2 أزواج كانوا كرماء قوي معانا، وكنا على طول إحنا ال4 مع بعض، أنا وجوزي وأختي وجوزها، بنزور بعض ونسافر ونتفسح سوا في أحسن أماكن. وبعد ما اتجوزنا بوقت بسيط لقينا ماما بتقول لنا إنها هتتجوز واحد صاحب بابا، وإنها هتتجوزه على مراته وهتبقى الزوجة التانية. وأمي حلوة وما كانتش كملت 50، واستغربنا قوي أنا وأختي، خصوصاً إننا عارفين إنها كانت بتحب بابا قوي.
لكن هي قالت لنا إنها بقت عايشة لوحدها ومحتاجة راجل تتسند عليه ويصرف عليها. وفعلاً ماما اتجوزت صاحب بابا. وبدأ الوقت يعدي، وكان بقالنا أنا وأختي كام شهر متجوزين، واللي كنا ملاحظينه أنا وهي إن ولا جوزي ولا جوزها بيروحوا الشغل، وعلى طول قاعدين في البيت أو بيخرجوا معانا. ولما كنا بنسألهم ليه مش بيروحوا الشغل، كانوا بيقولوا إنهم لسه في أجازة الجواز وبيمشوا شغلهم بالتليفون، وكأننا أنا وهي في حلم جميل. لحد ما أزواجنا في يوم اقترحوا علينا إننا نسافر الساحل، إحنا الأربعة، أنا وجوزي وأختي وجوزها، وقالوا لنا إنهم مأجرين شاليه هناك علشان نصيف فيه. وفعلا سافرنا كلنا وكنا مبسوطين قوي. وفي يوم وإحنا سهرانين، جوزي وجوزها كانوا جايبين معاهم سجاير من أياها، وكمان شرب وحبوب من اللي انتوا عارفينها، وكانوا هما الاتنين بياخدوا الحاجات دي لوحدهم. وأنا وأختي ما كناش متعودين على أي حاجة، وفي الأول ما كناش عايزين ناخد، لكن هم حلفوا علينا، وفعلا مجاملة ليهم وعلشان ما نزعلش أخدنا. وياريتنا ما كنا أخدنا الحاجات دي، ومن هنا ما حسينا بالدنيا. وبعد ما فقنا لقيت نفسي مع جوز أختي، وأختي لقيت نفسها مع جوزي، وإحنا مش فاكرين أي حاجة ولا عارفين ده إزاي حصل. وفضلنا نعيط ونهارنا أنا وهي، وما كناش مصدقين اللي حصل. ورد فعل أزواجنا كان غريب جدا، كان عادي بالنسبة لهم، وقعدوا يضحكوا ويقولوا إن ده حصل علشان إحنا ما كناش دريانين بالشرب. وبعد كده بقوا عايزين نكرر اللي حصل تاني، وطبعا إحنا رفضنا. وساعتها الاتنين الملايكة اتقلبوا، اتغيروا 180 درجة. اللي كانوا لطاف وبيضحكوا بقوا وحشين جدا، وقعدوا يزعقوا ويقولوا كلام ما ينفعش يتقال. وأنا وأختي ما كناش واخدين على المعاملة دي، ولما رفضنا علشان يرضوا شربنا وسمعنا كلامهم، وبرضه ما حسناش بالدنيا. والموضوع اتكرر أكتر من مرة، بس بصراحة ولا أنا ولا أختي كنا راضين باللي بيحصل، وكنا عارفين إن اللي بنعمله ده حرام. وكل ده وإحنا لسه في المصيف في الشاليه. وفي يوم جابولنا أصحابهم يشاركونا السهرة والشرب وكل حاجة. ولما رفضنا كل واحدة مننا أخدت من جوزها العلقة التمام، واتفاجئنا إنهم مصورين لنا كل واحدة فينا صوت وصورة ومع جوز التانية، وقالوا لنا يا تعملوا اللي بنقوله يا إما هننشر الفيديوهات، ومحدش هيصدقكوا لو قلتوا إن كل واحدة كانت مع جوز أختها وجوزها كان عارف. وقالوا لنا أمال انتوا عايزين تعيشوا وتتفسحوا وتصرفوا من غير ما تتعبوا؟ واللي فهمناه إنهم جايبين أصحابهم بفلوس، وإحنا وإخواتي خليناهم يحضروا للسهرة ولوازم السهرة. ومن غير ما ياخدوا بالهم خرجنا من الباب ومشينا، وسبنا هدومنا وحاجتنا وكل حاجة، ورحنا لماما وجوزها وحكينا لهم كل حاجة. وماما فضلت تعيط وكانت حالتها صعبة قوي، وجوزها قال لنا انتوا هتفضلوا عندنا لحد ما نشوف حل معاهم، وقال إننا هنبقى في عنايته لحد ما يتصرف. وفعلا قال لماما بعد كده إنه فكر في حل، وقال إن أحسن حاجة إنه يبلغ، وواضح إن هي دي شغلتهم اللي بيشتغلوها. وطبعا فضلوا يدوروا علينا وكانوا هيتجننوا إنهم مش لاقينا، واتصلوا بماما وسألوها، وماما أنكرت. ولحد دلوقتي إحنا في بيت ماما ومستنيين نشوف هنعمل إيه. وطبعا إحنا عايزين ناخد الفيديوهات ونتطلق لأنهم غدروا بينا. وإحنا غلطنا غلطة كبيرة قوي لما اتجوزنا 2 إحنا ما نعرفش عنهم حاجة، وانبهرنا بمستواهم المادي وفكرنا في الفلوس بس، ودلوقتي بندفع تمن غلطتنا. وإحنا بننصح أي حد يتعرض لنفس الموقف أو أي حد على وش جواز يسأل كويس قوي على أي عريس بيتقدم،